القصة دي بتحكي عن الفدائي البورسعيدي سيد عصران، واحد من أبطال المقاومة وقت العدوان الثلاثي سنة 1956. الراجل ده كان حاطط القنبلة جوه صفيحة زبالة قدام بيته، ولما جه الصبح يوم 14 ديسمبر حطها في جيبه ونزل الشارع وهو ناوي يقتل ضابط المخابرات البريطاني جون ويليامز اللي كان مسؤول عن تعذيب الناس. الناس وقتها كانت بتقول إن الضابط ده قريب من العيلة المالكة، وإنه ابن عمة ملكة بريطانيا نفسها، وبيحاول يكتشف مين اللي خطف الضابط الإنجليزي مور هاوس. سيد خبى القنبلة جوه رغيف عيش عشان ما يلفتش نظر الدوريات البريطانية، وهو ماشي شاف ويليامز بيحقق مع شوية سواقين فتابعه لحد ما وصل قدام مبنى البحث الجنائي. استنى شوية، ولما ويليامز خرج من المكتب وركب عربيته، سيد عمل نفسه ماسك ورقة كأنه جاي يسلم له شكوى. أول ما الضابط فتح الإزاز علشان ياخد الورقة، سيد رماها في دواسة العربية، ولما ويليامز انحنى يشوفها سحب القنبلة، نزع فتيلها ورماها جوه العربية وجري بأقصى سرعته. بعدها بثواني سمع صوت الانفجار والناس كلها بتجري وبتقول ولد صغير قتل ضابط المخابرات البريطاني. سيد جري واستخبى في بيت فيه صالة أفراح اسمها الكحكي، وخرج من باب تاني على شارع التلاتيني. بعدها راح قهوة أبوه وقال له الحقيقة إنه قتل ويليامز انتقاما لأخوه اللي استشهد تحت الدبابات الإنجليز. أبوه ما حزنش، بالعكس عينه لمعت فخر وقال له يستخبى في البيت. لكن سيد لبس جلابية أخوه ونزل الشارع يشوف النتيجة، والمدينة كلها كانت في حالة طوارئ شديدة والإنجليز على كل الأسطح بتاعت البيوت. الضابط ويليامز رجله اتقطعت ومات بعدها. وبعد العملية دي واللي قبلها بخطف مور هاوس، الإنجليز اضطروا ينسحبوا من حي العرب لحي الأفرنج، وساعتها بورسعيد كلها فرحت والرصاص بقى يضرب في الهواء من الفرح، وخلص حظر التجوال. وبعدها المقاومة خافت على سيد وقررت تهربه. راح مع مجموعة من الفدائيين ناحية بحيرة المنزلة، ومشيوا في المية ساعتين في البرد لحد ما صادفوا مركب صياد ركبهم ووصلهم للمطرية، ومن هناك راحوا القاهرة، والمخابرات المصرية استقبلتهم وأسكنت سيد في فندق قريب من ميدان العتبة. وفي النهاية القائد يحيى الشاعر أكد إن سيد عصران نفذ العملية لوحده من غير ما حد في المقاومة يعرف أو يساعده، وقال إن العملية دي من أنجح وأخطر عمليات المقاومة السرية في بورسعيد بعد عملية خطف مور هاوس وهجوم ملجأ الدبابات البريطانية. يعني ببساطة سيد عصران كان شاب بسيط، لكن شجاعته كانت كفيلة إنها تهز جيش بريطانيا كله وتخلي اسمه يتكتب بحروف من نور في تاريخ مصر. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. وكمان عملنا قناة جديدة مخصوص للمتابعين اللي بيحبوا القصص دي، هتقدر توصلها بكل بساطة لما تضغط على اسم القناة اللي تحت الفيديو، وهيظهر ليك اسم القناة التانية تقدر تشترك فيها بكل بساطة، وهتلاقي هناك قصص جديدة عن أبطال أكتوبر والتاريخ المصري ومعلومات أكيد هتعجبك بننزلها بشكل مستمر علشان تفضل دايما معانا في رحلة الحكايات اللي ما بتخلصش.